السيد حبيب زقادة تفضل. سي طليبة. السيد محافظ البنك المركزي، سيدات والسادة النواب، أعضاء أسرة الإعلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعدما كنتم تتباهون بالبحبوحة المالية وقرضتم لصندوق النقد الدولي 5 ملايير دولار ومسحتم ديون 9 دول إفريقية أي ما يعادل 2 مليارات، أنفقتم أموال طائلة من أموال الشعب من أجل شراء السلم الاجتماعي، فبذرتم ونهبتم وأفسدتم الملايير فأمست هباء منثورا عوضا استثمارها في التربية والتعليم والبحث العلمي والصناعة والزراعة وبناء الفرد. ها أنتم تطرقون باب الاستدانة من صندوق النقد الدولي ومن دولة الصين من أجل تمويل مشاريع وهمية دون حياء وخجل من 40 مليون جزائري الذي دفع بالنفس والنفيس من أجل حياة كريمة. رغم 800 مليار دولار التي صرفت، ما زالت الجزائر تعيش أوضاع حرجة من الانسداد السياسي الحاصل وغياب الانسجام الاجتماعي وتراجع القيم والأخلاق وازدياد مشاعر التذمر واليأس في مختلف الأوساط، بحيث أن الجزائر ما زالت أكثر بلد طاردة لأدمغة في العالم وآخر دولة من حيث التحديث. رغم صرفنا من 800 مليار دولار إلا أن عاصمتنا تبقى هي الوحيدة في العالم التي يقسمها واد من الصرف الصحي، واد الحراج. الجزائر اليوم هي الدولة التي كسبت الملايير وتعجز عن توفير الأدوية لمواطنيها والتطعيم لأبنائها وعلاج رئيسها في أرض الوطن. رغم صرفنا 800 مليار دولار إلا أن الجزائر تبقى هي الدولة التي لا تنام على أحد أكبر احتياطات النفط والغاز، بينما يقضي سكان جنوبها الساعات بل الأيام دون كهرباء في أعز ليالي الصيف، رغم أن الغاز والنفط يسحب تحت أرجلهم. رغم صرفنا 800 مليار دولار إلا أن الجزائر هي البلد الوحيد والبلد النفطي في العالم التي يموت شبابه غرقا في البحر هربا من العيش هنا. رغم صرفنا ل 800 مليار دولار إلا أن الجزائر هي الدولة النفطية الوحيدة التي تصدر بترولها خاما وتستورده بنزين ومازوت. رغم صرفنا ل 800 مليار دولار إلا أن عملة الجزائر هي أضعف عملة في العالم، بحيث أصبح الدينار لا يعادل أي عملة في العالم وحتى السياف الإفريقي. رغم صرفنا 800 مليار دولار إلا أن الجزائر هي البلد الوحيد في العالم التي تمنح لمواطنيها ما تسمى بمنحة السفر، منحة العار، خلال سفرهم قيمة 120 أورو في السنة، بينما يستفيد التونسي ب 2680 أورو كمنحة سياحة سنوية، ويستفيد المواطن المغربي من 3500 أورو والمواطن السوري من 2400 دولار سنويا، رغم أنهم في حالة حرب. رغم صرفنا 800 مليار دولار إلا أن الجزائر هي الدولة النفطية الوحيدة التي لا تمتلك طرق سريعة، وحين أنجزت مشروع عن طريق سيار بدأ بتكلفة 4 مليار دولار وانتهى ب20 مليار دون أن يكتمل، وكان الأكثر تكلفة والأسوأ عالميا، وتحول من مشروع القرن إلى فضيحة القرن. رغم صرفنا 800 مليار دولار إلا أن الجزائر هي الدولة الوحيدة اللي يستثمر فيها الأجنبي بقروض من أموال الشعب. رغم صرفنا 800 مليار دولار إلا أن الجزائر هي الدولة الوحيدة التي تستفز شعبها كل سنة مرات عديدة وتصرف مئات ملايير إلى مهرجانات الغناء والرقص، بينما عشرات الآلاف من العائلات يعيشون تحت القصدير. وآخر استفزاز للشعب هو عودة شكيب خليل معززا مكرما بعد أن كان مجرما سارقا فاسدا. رغم صرفنا 800 مليار دولار إلا أن الجزائر هي الدولة التي تنفق المليارات على التعليم، لكن مستواها ينهار كل سنة، وتصنيف جامعة في ذل الترتيب العالمي لخير دليل. رغم صرفنا ل 800 مليار دولار إلا أن الجزائر هي البلد الوحيد الذي يمتلك 75% من سكانه شباب ومسؤوليه كلهم شياب وكلهم مرضى، في حين أن أوروبا كلهم شيوخ ويصيرها شباب أقوياء. كيف نناقش التقرير السنوي لمحافظ البنك المركزي ونحن لم نعد نثق لمسؤولينا حيث حطموا أحلامنا؟ نحلم أن تكون الجزائر بلدا ديمقراطيا لأن الأمم تنهض بالحرية وتنكسر بالاستبداد. نحلم أن يكون لنا برلمان معبر إلى إرادة الشعب. نحلم أن يكون لنا رئيسا ننتخبه بحرية من بين العديد من المرشحين، رئيس عاش حياة المواطن البسيط، عرف معنى طوابير البريد وأزمة السيولة، عرف معنى الغلاء المعيشة وسوء الرعاية الصحية وعدم تطمئن
وعدم توفير التطعيم لأبنائه وسوء الطرقات وأزمة المواصلات وشح المياه. مهما صرفت الجزائر من أموال إلا أننا نبقى نحلم أننا لنا دستور يكتبه الشعب